من غير فرن ومن غير تعقيد. تعالوا نعمل أحلى حلا شوكولاتة بارد بطبقات كريمية وطعم غني جدا، والأجمل إن مكوناته بسيطة ومش محتاج وقت في التحضير. وفي آخر الفيديو هقول لكم على سر يخليه يتماسك ويتقطع بشكل تحفة. بس يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا. في البداية عندي 350 جرام بسكوت سادة، طحنته طحن خشن زي ما انتوا شايفين، مش عاوزه ناعم. هنضيف عليه 100 جرام زبدة مذابة، وهضيف معلقة كبيرة عسل نحل، ودي بقية الزبدة. هنضيف ربع كوباية حليب بارد، هنضيف معلقة كبيرة كاكاو خام. هنبدأ نقلب كل المكونات لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلطت المكونات كلها كويس، انا هنا عندي قالب مدور، هجيب شريط من الفاكيوم وهلفه في الجنب زي ما انتوا شايفين، وهبدأ افرد الخليط في الصينية. انتوا ممكن تعملوها في صينية مربعة براحتكم، يعني اي قالب عندكم مفيش مشكلة. هنبدأ نفرد الخليط في الصينية زي ما انتوا شايفين ونضغط عليه كويس. بعد ما نفرد البسكوت ونقفل الأطراف كويس هندخلها التلاجة لحد ما نحضر الطبقة التانية. في حلة عندي لتر من الحليب، هضيف عليه كوباية سكر حوالي 200 جرام، وهنا 50 جرام كاكاو، 80 جرام من النشا، وهقلبهم كلهم على البارد. ودي خطوة مهمة، هنقلب كويس جدا لحد ما الكاكاو والنشا يدوبوا عشان ما يعملوش تكتلات. بعد كده هنرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يبدأ يغلي ويتقل. بعد ما يتقل هنضيف 100 جرام من الشوكولاتة الخام، وده أحلى بودنج شوكولاتة ممكن تعملوه. هنبدأ نصب الخليط في القالب زي ما انتم شايفين، وهو دافي مش سخن قوي، يعني بعد ما خلص سيبته يهدى شوية. وهنبدأ نساوي الوش زي ما انتم شايفين. بعد كده هنسيبها تبرد تماما وندخلها التلاجة مش أقل من 4 ساعات. بعد ما بردت واتمسكت كويس جدا هنبدأ نزين الوش بالكاكاو الخام. هنبدأ زي ما انتم شايفين كده على الأطراف، هنزينها بالشوكولاتة المبشورة. بعد كده نديها رشة خفيفة كده من السكر البودرة. هنبدأ نرفع الطوق ونرفع الشريط وهنبدأ نقطعها. سر نجاح الوصفة دي، لو عايزين القطعة تطلع متماسكة ونضيفة، أهم حاجة منستعجلش عليها، لازم تاخد وقتها في التلاجة. وممكن قبل ما نقطعها ندخلها الفريزر 20 أو 30 دقيقة، وده هيساعد إن تطلع القطعة متساوية زي ما انتوا شايفين كده. وبكده حلى الشوكولاتة البارد بتاعنا جاهز. طبقات شوكولاتة غنية وبسكوت من تحت وشوكولاتة على الوش، ومن غير فرن ومن غير مجهود كبير، والنتيجة تحفة، مش قادر اوصف لكم جمالها. تحلية تنفع للضيوف ولأي مناسبة. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واكتبولي في التعليقات تحبوا الوصفة الجاية تكون حلوة ولا حادق، واشوفكم على خير ان شاء الله.